عليه الساعة 1:30 اتصل علي مستشفى الملك عبد العزيز، واحد عرف بنفسه انه احد رجال الامن الصناعي، وانه ولدي سوى حادث بالسيارة، صدم واحد والحمد لله الاضرار بسيطة، واني اجي اشوف الموضوع ونحاول ان يصلحوا بينهم ومقابل يتنازل ولو حتى مقابل مادي، ندفع حاجة مقابل مادي أو ندفع تكلفة العلاج، لأن المصدوم كان أجنبي. رحت المستشفى وفتشت المستشفى وما لقيته، فاعتقدت أنه بندر صرف نفسه ومشي، ورجعت البيت هنا واتصل الراجل مرة ثانية الساعة 4 الفجر يوم الاثنين، فقال لي أنا انتظرتك، قلت له أنا كنت في المستشفى ما لقيت بندر عندي هنا، ورجعت ومريت في المدخل مرة ثانية وشفت الجثة، لكني لم أتعرف عليها في حينها، لم أتعرف عليها. فقال لي لا هذا هو بندر، وتأكدنا عن طريق البصمات حقه وكذا إذا كانت تعرف عليه. الحقيقة كان بندر ما تحملته وما تعرفت عليه وقتها، كان الحروق ماخذ جسمه كله بشكله كامل كذا، ما تعرفت عليه، فتعبت شوية كذا وقلت الصباح. ولما جيت الصباح لعل يكون انه ما هو ولدي، كان عندي امل ولو 1%، لكن انه قلب الاب يقول هذا ولدك، لكن يقول ان شاء الله انه ما يطلع ولدي.